اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره احوالكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. سمحوا لي البنات بزاف كنقصر معكم من جيت هذه القناه وكنساكم بصح فيها بالوصفات. واليوم قلت اختي مادام حنايا ان شاء الله على الابواب ديال عيد الفطر، علاش لا ما نفكركمش في هاد الحليوات ديال الزمن الجميل، الحليوات اللي ما كانوش كيخطاو البيوت المغربيه في الاعياد والمناسبات، واللي هي هاد الحليوه الفنه البنات، الحلوه ديال الصفر ديال البيض مسلوق، وكذلك هاد الحليوه ديال الطبقات، الحليوات اللي كيذكرونا في الذكريات وبطبيعه الحال مذاقهم زوين، واهم حاجه انهم اقتصاديين بزاف بزاف. فغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله باول حلوه اللي غتكون هي حلوه ديال الطبقات. هاد الحلوه راه كانت معروفه اختي شحال هادي من الحلويات ديال الزمن الجميل بحال اللي كنقولوا. فالمهم اول حاجه درت 4 ديال البيضات، غادي ندير واحد الرشيشه ديال الملحه، غندير واحد كاس لارو ديال السكر سنيده، وكاس ديال الزيت. صافي غادي ندير البنات هاد المكونات يتخدموا مع بعضياتهم. انا غادي نخدم بالعجانه، كيف ما تقدروا تخدموا غير بيديكم، غير هو الا خدمنا بالعجانه في المرحله الاولى انا غنخدم، نطلع شويه الكاميرا ما باينش مزيان. فالمهم ها نتوما البنات كنتمنى ان يكون واضح. الا خدمتوا في العجانه في المرحله الاولى ديروا هذا الفوي هذا باش كيضرب لكم مزيان داك البيض هو وسنيده وكينسجموا مع بعضياتهم. يلا غادي نخليهم ان شاء الله يتخدموا ونكمل. فالحليوه ديالنا غادي نزيد لها واحد الساشي ديال الفاني باش غادي نسمها، وعندي هنا قشور ديال حامضه غير باش كنسموها، باش كنحيدوا من الحلوه ديالنا ديك الزفوره ديال البيض. صافي وغنخليهم يزيدوا يتخدموا. صافي هنا من بعد البنات ما تخدموا لي المكونات مع بعضياتهم غادي ندوز باش ندخل الطحين. فبطبيعه الحال ديما الطحين كنبقاو ندخلوا البنات شويه بشويه حتى كنحصلوا على قوام ديال العجينه. المهم انا غادي نشرح لكم كلشي على هذه الحليوه هذه، داكشي علاش ما عبرتش معكم فيها الطحين. جوج ساشيات ديال الخماره. سمحوا لي البنات نسيت ما حيدتش الفوي، حيت ملي كنبغيو ندخلوا الطحين في الحلوه خصنا نخدموا بهذا الباليط هذه. هنا مباشره من بعد ما دخلت الكميه اللي كافيه ديال الطحين، وهنا راه خليت العجينه ها نتوما غتشوفوا باقا كتلصق، يعني باقي ناقصها شويه ديال الطحين غير باش تفهموا. يعني راه ماشي ضروري نعطيكم عبار ديال الدقيق، المهم انكم تفهموا الطريقه ديال هذه الخدمه ديال الحليوه ديالنا زمان. ها نتوما البنات قسمت العجينه ديالنا من النص الاول غادي ندخل فيه الكاكاو، انا غادي ندخل فيه ساشي ونص. هو شحال هذه الامهات ديالنا الله يحفظهم واللي توفات الله يرحمها كانوا كيدخلوا فيها كاوبيل، انا قلت ندخل فيها الكاكاو كيعطي الصراحه لون احسن من كاوبيل، وفي نفس الوقت ما تجيناش حلوه بزاف. صافي غادي نخدم العجينه ديالي مزيان حتى كندخلوا فيها داك الكاكاو. داكشي علاش ما كملتهاش في الطحين، حيت الا كملنا العجينه ديالنا يعني توقفات في الطحين ودخلنا فيها الكاكاو كتجينا ناشفه بزاف، كينشف هذاك الكاكاو وكتجي قاصحه. صافي غادي نستمر هكا حتى يدخل فيها الكاكاو كامل بشكل جيد. وبالنسبه للنص الثاني اللي خليت حتى هو حيت باقي ناقص طحين غادي نزيد فيه رشيشه ديال الطحين هكا باش نشفو شويه وصافي. مهم كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه. الكره البيضاء قسمتها على جوج والكره الكحله قسمتها على جوج. الا خفتوا تجيبوا العبار ماشي هو هذاك، عبروا بالميزان وقسموا العجينه ديالكم. كنطلق الكره الاولى البيضاء، فالمهم زربت شويه باش ما يجيناش الفيديو طويل عاود بزاف. وكنتاكدوا ان العجينه ديالنا البنات خص السمك ديالها يكون شويه رقيق باش ما تجيناش عاود الحلوه ديالنا عاليه بزاف، بحكم اننا غنديروا فيها 4 ديال الطبقات. بنفس الطريقه غادي نطلق عاود كره من هذه اللي فيها الشكلاط او اللي فيها الكاكاو، كنحطها فوق العجينه اللي طلقنا البيضه، وكنحاول انني نقرصها باش دائما انا خدامه وانا كنهبط في الحلوه ديالي. ها نتوما عاوتاني طلقت الكره البيضه، راهي كنزرب هنايا باش ما نطولش عليكم. بنفس الطريقه كنقادها مزيان باش كيجيوني مقادين. ها نتوما
وديما حاولوا من الاول رقوا العجينه، ماشي تديروا طبقه فوق طبقه عاد تبقاو واحلين فيها. وغادي نديروا الطبقه الاخرى اللي هي بالمذاق ديال الشكلاط. فدرنا 4 ديال الطبقات، 2 بيضين و2 كحلين. ها نتوما اختي حيدتها من الطاوه باش نزيد نطلقها غير شويه. فالمهم انا راه حاولت نرققها من الاول، وباقي واخا هكاك خصها تزيد ترقق شويه حيت هي راه كتنفخ، راه فيها الخماره. صافي غادي نرجعها للطاوه، ودابا انا راه شاعله الفران كيسخن شويه. غادي ندخلها للفران اللي يكون مسخن من قبل، فران طيبوها على 180، وفران الغاز راه عادي طريقه الطياب ديالو راها معروفه. وقبل ضروري تقبوها هكا بفرشيطه، حيت الا ما تقبتوهاش راها كتنفخ البنات وبحال كتبوط ليكم. غير تبعوا اختي النصائح ان شاء الله. اللي ما عمر جربات هاد الحليوه، حليوه ساهله وتقدري تجربيها هكا في ما كامله ساعه ان شاء الله، وتقدميها بالصحه والراحه. صافي الحليوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران كنتاكدوا انها طابت مزيان. كندهن لها الوجه ديالها بالكونفيتير ديال المشماش. فالمهم كنا شحال هادي كندهنوها بالكونفيتير الجاري. دابا انا الصراحه ما متوفرش عندي، هذا اللي عندي في الثلاجه قضيت به، وما شاء الله راه الكونفيتير الجاري راه متوفر في المحلات. صافي دهناها بحال اللي قلت لكم بالكونفيتير، وكنرشوا عليها بالكوك. انا بغيت نخلي هاد الحليوه كيف ما هي، ما نزيدش عليها اضافات، نحافظوا على ديك الحليوه اللي كانوا كيديروا لنا الامهات ديالنا في المناسبات وفي الاعياد، وتحنا نفرحوا بها وليداتنا. وعلاش لا ما نقولوش لهم ان الامهات ديالنا تا هما كانوا كيقدموا لنا هاد الحليوه، وكنا كناكلوها وحنا فرحانين، باش تا وليداتنا اختي كنشجعوهم وكنحمسوهم وكيفرحوا بهاد الحويجات اللي كنديروا ليهم. صافي غادي ندوز باش نقطع معكم الحلوه ديالنا. اول حاجه كنحاول انني نقطع لها هكا الجنيبات، بطبيعه الحال ما كيضيعوش اختي، كلشي كيتكال حيت فعلا واخا اقتصاديه وسهله كتجي زوينه بزاف. غادي نحاول نقطع هكا واحد الشرائط. فالمهم بالنسبه للعرض ديالهم كيبقى على حسب واش بغيتوا الحليوه ديالكم كبيره ولا غير صغيره. انا درتها متوسطه، ما كبيراش بزاف وما صغيراش. هانتوما غنقطعها بهذا الشكل هذا. ساهله البنات، وحتى التقطيعه ديالها راها ساهله، ما كتاخذش منكم مجهود، غير خص الموس يكون ماضي وصافي. صافي وكنبقى نقطع هكا بشكل مائل باش كنجيبهم على شكل هكا واحد المعين. تقدروا تقطعوهم مربعات. فالمهم كيبقى لكم الاختيار اختي، كل وحده تقطعها بالطريقه اللي بغات. غير حنا شحال هذه النيت كانوا الامهات ديالنا كيقطعوها بهذه الطريقه، يعني كتجي بحال الشكل ديال معين. هانتوما انايا هنايا راه كنحاول اني كنميل الموس شويه. كنتمنى ان اختي يكون واضح معكم ويبان لكم. فالمهم بالنسبه للحليوه ديالنا، هذه الحلوه ديال البيض مسلوق، المهم راه حتى هي من الحلويات اختي اللي كانت معروفه ما شاء الله. فاول حاجه غادي ندير هي 125 غرام ديال الزبده، يعني نص رابعه. كندير هاد البواطه دي كنفوت شويه فيها النص، حيت هذه فيها غير 200 غرام، يعني ما كاملاش فيها رابعه. هانتوما هي البنات، حيت راه شحال من واحد كيسحب له هاد البواطه فيها رابعه، هي راه فيها غير 200 غرام. عندنا واحد القبيصه ديال الملحه، غادي نزيد نص كاس هكا مع نرش ديال السكر. فالمهم البنات بالنسبه للزيت كيبقى على حسب النوعيه ديال الزبده باش خدمته. انا خدمت غير بزبده نباتيه، يعني غادي ندير كاس ديال الزيت. غير واحد الملاحظه، فبالنسبه لي انا خدمت بالزبده نباتيه، يعني درت كاس ديال الزيت، يعني الزبده ديال البواطه. الا خدمتو بالزبده ديال العبار اللي هي الزبده حيوانيه، راه كتكون نسبه الدهون فيها طالعه، غتنقصوا من كميه الزيت، يعني غديروا قياس ديال نص كاس ديال الزيت. انا هنا دابا راني دايره كاس ديال الزيت. صافي غادي نجيب الراس ديال العجانه باش نخلي هكا المكونات، نقاد لكم الكاميرا باش نخلي هكا المكونات يتخدموا. يعني قلنا درنا 125 غرام الزبده، نص كاس السكر سنيده، وكاس ديال الزيت، وقبيصه ديال الملح. راه يتخدموا ورجعنا لكم. وبالنسبه لهاد الحلوه هذه البنات غادي نسمها هكا بواحد الساشي ديال الفاني، وغادي نزيد الصفر ديال البيض. فبالنسبه لبنات الصفر ديال البيض درت 3 ديال الصفر ديال البيض بطبيعه الحال اللي مسلوقين. كنسلقوا البيض، كناخذوا الصفر ديالو وكنفرتوه هكا باش كيتخدم ليا مع دوك المكونات. راه تقدروا تخدموها غير بيديكم، ماشي ضروري العجانه، غير انا ما كنبغيش نفورسي على يدي بزاف وصافي. وغادي ندخل الطحين بطبيعه الحال. المهم اليوم البنات ما عبرتش معكم الطحين، حيت الصراحه الحليوات راه ماشي ضروري نعبر معكم الطحين ونعطيكم واحد العبار اللي هو مضبوط، اكثر من انكم تعرفوا القوام اللي خصكم تبقاو تخليو فيه الحلويات ديالكم. غنبدا ندخل في الطحين شويه بشويه
فالمهم دائما البنات العجينه ديال الحلوى خصها ما تجيناش رطبه بزاف، وفي نفس الوقت ما تجيناش قاصحه حتى كتولي تفرتت. وبالنسبه لي في هاد الحليوه البنات غندير واحد الاضافه اللي ما كانوش كيديروها الامهات ديالنا، هي غنزيد فيها واحد الفلون دو شوكولا اولا د الكراميل اللي كان عندكم، حيت فيه لنا البنات سبق لي وجربتها بهذه الطريقه، كنضيف فيها الفلون كيعطيها واحد اللذه وواحد المذاق اللي زوين بزاف. صافي العجينه ديالنا ها هي واجده، خصها البنات ما تكونش بحال اللي قلت لكم قاصحه وما تكونش عاوده رطبه بزاف لدرجه كتبقى تلصق لينا. انا غادي نديرهم هكا على شكل حرابيل كيف ما تقدروا تكوروها بحال اللي كنا كنديروا اختي شحال هادي. انا عجبوني هكا قلت المهم كنوعوا صافي، كيف ما تقدروا تقسموا النص كوروه والنص ديروا هكا، النص نديروه في شكلاط بيض، النص نديروه في شكلاط كحل، فكيبقى لكم الاختيار، راه تقدروا غير من هاد العجينه وتخرجوا ما شاء الله بزاف ديال الاشكال. وغنستمر هكا ان شاء الله، وانا كنحربل هاد الحليوات ديالنا ما عبرت لا بميزان لا بتا حاجه البنات، باش نعطيكم شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه وما تلقاوش ليا اختي اعذار وكلكم تجربوا. المهم البنات ما صورتش معكم الطوا قبل ما نطيبها، عند بالي صورت الصراحه ما لقيتش داك المقطع. فالمهم راه شكلت الحلوه ديالنا، شوفوا البنات يعني راه واخا ما فيها لا خماره لا والو، راه هكا تسيح لكم شويه داكشي باش ما تكبروهاش بزاف. خليتها دابا هنايا على جنب حتى بردات، وبطبيعه الحال الحلوه راه ديما كنطيبوها هكا على 180 درجه، ما نديروش لها واحد العافيه اللي هي مجهده. انا راه كنطيبها في الفران ديال الغاز عادي، كنشعل عليها من التحت حتى كطيب وكنعاود نشعل عليها من الوجه. دابا غادي ندوز باش ندوب الشكلاط لهاد الحلوه، يعني راه معروفه من زمان كنا كنديروها في الشكلاط كحل وفي طونيكا اختي عارفه هادشي ماشي صحي، ولكن مره كنغمضوا عينينا كنبغيو نتذكروا اختي الذكريات ديال شحال هادي، حتى والدينا شحال هادي كانوا كيديروها نيت هكا في هاد الطونيكا هذا، وقلت نخدمها معكم بنفس الطريقه. اللي ما بغاش يستغني عليه يفندها هكا في اللوز مهرمش ولا في الكاوكاو مهرمش، كيبقى لكم الاختيار. غير انا ما بغيتش نهرب على هاد الحلوه والطريقه ديالها الاصليه. غادي ندوزو للتزيين ديال الحليوه ديالنا اللي كنحتاجو فيه الشكلاط كحل، وكنحتاجو فيه بحال اللي قلت لكم هاد الباسطه اولا هاد الطونيك، فراه كتقدروا ديروا اي نوع ديال الباسطه بغيتو. غير انا الصراحه كنعقل على الوالده كانت كدير هذا صافي، وقلت اختي نديرها لكم بنفس الشكل. صافي هانتوما البنات خديت غير واحد التلاك وكنحاول انني نهرس هاد الباسطه اولا المهم كل واحد اختي شنو كيسميها، فالمهم اختي هو راه طونيك صافي كنبقى ندوز هكا الحلوه ديالنا في وسط الشكلاط كحل، وبطبيعه الحال حنا كنستعنوا بواحد الفرشيطه باش كنقطروها مزيان. غير هي البنات انا راه غير مسرعه هنايا الفيديو، خدموها غير بشويه حيت الحلوه ديالنا هشيشه بزاف كتذوب في الفم البنات. الا فرصتي ولا تقدر تبقى تهرس لكم وتعطيكم هكا يعني غتضيعوا فيها وصافي، فخدموا غير بشويه عليكم اختي وانتم كتغطسوها في الشكلاط، قطروها مزيان. الشكلاط راه ما ضفت له حتى اضافه حيت هاد الشكلاط ديال كالا كيكون اصلا يعني خفيف. صافي وكندوسها في داك طونيك يعني هو فاش كنفندها، وغنقدمها معكم ان شاء الله بالصحه والراحه. وهنا من بعد ما كملت البنات حاولت انني نقاد هكا معكم واحد الاطباق باش نصور لكم الشكل النهائي ديال الحليوات ديالنا. الحلوه اختي ديال الطبقات اللي فعلا كتجي البنات زوينه بزاف. هاد الحلوه كتذكرنا اختي في ايام زمان، في ايام الطفوله ديالنا، وعلاش لا حتى حنا ما نديروهاش لوليداتنا هكا ونفرحوهم بها، خصوصا انها حتى حنا كتذكرنا في الطفوله ديالنا. كذلك الحلوه ديال البيض مسلوق، يعني هاد الحلوه كانت ما شاء الله معروفه وباقا لحد الساعه بزاف ديال الناس يعني ضروري كيديروها. هنا كنوريكم وبغيت نقسم معكم حبه. شوفوا البنات كي كتقيسوها كتهرس، راه كتجي رطبه بزاف. هذاك الشكلاط كيعاونها باش كتشد شويه راسها باش ما كتعطيكمش الكسور بحال اللي كنقولوا بزاف، وكتجي البنات روعه في المذاق. غير جربوها ان شاء الله وردوا عليا، وكنتمنى اختي هاد الشكيلات هادو ينالوا الاعجاب ديالكم. هنا غنختم معكم لا فيديو، غنقول لكم بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وافكار جديده.